بدنا موافقتك يا ابو حاتم. على شو سيدنا؟ ابو شهاب بعتني لاطلب ايد وحده من بناتك لعبده اجير الحمام. ايوه. وابو شهاب متكفل بكل جوازته، والمهر اللي بتطلبه جاهز يدفعه، وكمان راح نستاجر له بيت على قد حاله. ونسيت لك انه ابو قاسم رفع له اجرته باسبوع ليره، يعني الشاب صار بيقدر يفتح بيته ويصرف على عياله. بقى شو قلت يا ابو حاتم؟ يعني اذا بعتك العقيد ابو شهاب مشان تطلب وحده من بناتي، انا المفروض فيني وافق دغري؟ لا، الزواج لا يصح الا بموافقه كل الاطراف، الزوج والزوجه وولي العروس يا ابو حاتم. ايوه. لكان انسالي هالموضوع سيدنا، انسالي يا الله يحن عليك. يعني بفهم منك مالك موافق على عبده يا ابو حاتم؟ سيدنا قلت لك انسالي الموضوع، الله يحن عليك ويخلي لنا اياك، انساه بالمره. طيب، على راحتك. السلام عليكم. عليكم السلام. شرفت سيدنا.